السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم ألذ واسهل انواع الحلويات، وهو الجلاش الحلو او البقلاوه. وصفه لذيذه وسهله وطعمها حلو جدا، ان شاء الله هتعجبكم. هقولك ازاي تطلع معاكي مورقه وطريه من جوه ومقرمشه من بره. هعملها معاكم بطريقه سهله وان شاء الله طريقه تعجبكم. تعالي معايا نشوف المقادير والطريقه. معايا لفه من الجلاش وسمنه مذابه، والحشوه الجلاش الحلو او البقلاوه مكسرات او سوداني وجوز هند وزبيب او زبيب وجوز هند، الحشوه المتوفره عندك. ومعايا كمان معلقه صغيره من الكيك شيف هيخلي الجلاش الحلو او البقلاوه مورق. وشربات الجلاش الحلو او البقلاوه بيكون شربات وسط بارد وسط، ولا خفيف ولا تقيل. معايا كوبايتين من السكر وكوبايتين الا ربع من الميه وكيس فانيليا وعصير نص ليمونه. وهبدا بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه هعمل شربات الجلاش الحلو او البقلاوه علشان يبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط كوبايتين السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط الميه كوبايتين الا ربع. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد شربات البقلاوه او الجلاش الحلو ارفعه على النار، واول ما يغلي هضيف عصير نص ليمونيه وهدي عليه النار واسيبه يغلي لمده 5 دقايق. وفي اخر غلوه بضيف كيس من الفانيليا ومعلقه صغيره من السمنه البلدي. الفانيليا مع السمنه البلدي بيدي طعم وريحه حلوه جدا للشربات. هاخد شربات الجلاش الحلو او البقلاوه ارفعه على النار، وبعد ما حطيت شربات الجلاش الحلو او البقلاوه على النار هبدا بسم الله الرحمن الرحيم وهعمل الجلاش الحلو او البقلاوه. هحط الكيك شيف على السمنه المذابه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهخلط. بسم الله الرحمن الرحيم. قسمت لفه الجلاش على 2، النص الاولاني هشتغل بيه والنص التاني لفيته علشان ما ينشفش. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم في صينيه او صاج هدهنه كويس جدا بالسمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد ورقتين من الجلاش وهفردهم في الصينيه او في الصاج اللي مدهون كويس جدا بالسمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورقتين. وهاتني الزياده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدهنهم بالسمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الورق المقطع كل ده بيتدارى. وهاخد ورقتين كمان من الجلاش وافردهم في الصينيه او في الصاج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبتظبطي ورق الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاتني الزياده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدهن سمنه. وهحط ورقتين كمان من الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبتظبطي ورق الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاتني الزياده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدهن سمنه. وهحط اخر ورقتين من الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبتظبطيها في الصينيه. وهاتني الزياده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدهن سمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط المكسرات. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما حطيت المكسرات هفرد النص التاني من ورقات الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. هفردهم فوق المكسرات. بسم الله الرحمن الرحيم. هظبطهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهتني الزياده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط سمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفرد ورقتين كمان من الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد ورقتين وهحط سمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط اخر ورقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هظبطها عشان دي هتكون واجهه الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. والزياده هدخلها جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل كده وهتني. بسم الله الرحمن الرحيم. وهرجعها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده. وهدهن الوش سمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. واخر حاجه هعملها هقطع صينيه البقلاوه او صينيه الجلاش الحلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بتقطعيها حسب رغبتك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعت صينيه البقلاوه او صينيه الجلاش الحلو وبتقطعيها حسب رغبتك. لازم تقطعي صينيه البقلاوه او صينيه الجلاش الحلو قبل ما تدخل الفرن. هدخل صينيه البقلاوه او صينيه الجلاش الحلو فرن ساخن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص لغايه لما تستوي وتاخد اللون الذهبي. هدخل صينيه البقلاوه الفرن. لما تستوي وتاخد اللون الذهبي هرجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله. شكل صينيه البقلاوه او الجلاش الحلو بعد ما خرجت من الفرن واخده اللون الذهبي. هسقيها بالشربات الوسط البارد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هوزع الشربات كله على صينيه البقلاوه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهوزع الشربات على البقلاوه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهغطي عليها واسيبها لغايه لما تبرد وهقدمها. شايفين حلوه ازاي؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ قطعه بقلاوه تتكلم عن نفسها، مورقه والحشوه ما خرجتش منها. جربيها على طريقتي وان شاء الله هتعجبك. والنهارده عملت معاكم البقلاوه باسهل طريقه. جربيها على طريقتي وان شاء الله هتعجبك. يا رب تكون حلقتي النهارده عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.